السيرة النبوية العاطرة. فرحت قريش بفداء عبد الله، وأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وسار به إلى الكعبة والناس ينظرون، وطاف به بالبيت 7، فنظرت قريش إليهم فرأت نورا يخرج من عبد الله، نور يتهلل في وجهه. تحرك نور النبوة المحمدي في وجهه لأنه يحمل نور نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فجاءت قريش تهنئ عبد المطلب في نجاة ولده. ما زال عبد المطلب يتذكر كلام ذلك الحبر اليهودي في اليمن عندما كان في رحلة الشتاء ودخل اليمن، نزل عند حبر من اليهود، فقال الحبر لعبد المطلب متعجبا: رجل من أهل الديور، بمعنى يسأله متعجبا: أأنت من أهل الكتاب يا عبد المطلب؟ أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ تأذن لي أن أتفحص جسدك؟ وكأنه عنده علامات إذا وجدت فيه تدل على شيء. قال: نعم، إذا لم يكن عورة. فلما نظر الحبر لجسده وتفحصه قال له: أشهد أنك تحمل بين يديك ملكا ونبوة. قال له الحبر: إذا رجعت تزوج من بني زهرة يا عبد المطلب، سيخرج من ذريتك رجل ذو أمر عظيم يجمع بين الملك والنبوة، وسيكون فخرا لقبيلتين من العرب، هم بني هاشم وبني زهرة. فلما رجع تزوج من هالة بنت وهب من بني زهرة، وبقي هذا الكلام في رأس عبد المطلب، فقرر أن يزوج عبد الله ويفرح به. يزوجه من بني زهرة من أمنة. علمت قريش أن عبد المطلب قرر أن يزوج ابنه عبد الله من بني زهرة، وانتشر الخبر في مكة، حتى إن فتيات مكة مرضن ولزمن الفراش عندما سمعن هذا الخبر تأسفا وحسرة، فكل فتاة كانت تتمنى أن تكون زوجة لهذا الرجل المبارك. ذهب عبد المطلب إلى سيد بني زهرة أبو أمنة بنت وهب أم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخطب أمنة لابنه عبد الله. كان عمر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما، وكان عمر أمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم 14 عاما، ويقال 16. وفي نفس اليوم تزوجها عبد الله ودخل بها. وكانت عادة العرب العريس يبقى في ديار أهل العروس 3 أيام، وبعدها يأخذ زوجته ويرجع إلى أهله. فحملت أمنة بالنور المهداة للعالمين، حملت بخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.